بسم الله والسلام عليكم. قبل ما نبدا نحكي لك هاد الليله بغيتك دير واحد الحاجه. تفضل قص الصوت وقرب عندك التليفون وعيش. هاد القصه ماشي مجرد قصه ديال الحراقه وصافي، انما هي شهاده. شهاده ديال واحد الشاب اللي غادي يخرج من دارو برجليه، ولكن غادي يرجع ليها غير بالنص ديال الروح. الطريق اللي غادي نعاودو عليها اليوم هي الطريق اللي مكيرجع منها حد، طريق فيها غير الغابات والظلام. جات في واحد المسلك مشهور عند الحراقه اللي كيسميوه طريق البلقان. الطريق اللي كيبدا من تركيا، غابات اليونان حتى للحدود. ولكن هاد النسخه اللي غادي تسمى اليوم ماشي بحال اي نسخه كتسمى في الاخبار. كنت جالس مع اليمه بيا ويوصلني واحد الميساج من عند واحد الشاب اللي عطاو سميت يونس. كيقول: خويا الغريب، انا بغيتك دوز هاد القصه باش تكون عبره لكاع كيفكر في الحريق، ولكن كنطلبك ما تقول لا سميتي لا المدينه ديالي ولا اي معلومه كدل عليا. حيت مازال حتى لدابا كنسمع داك الصوت في ودنيا. هذيك الساعه سولتو ولكن شنو شفتي بالضبط، حيت باقا ما فهمتش. جاوبني بجمله واحده، قال لي شفت ناس وشفت اللي ماشي ناس. يونس كاي مغربي غادي يحرم بعد ما تسدوا عليه كاع البيبان، ولكن ما غاديش يختار الطريق ديال البحر هاد المره، لكن غادي يمشي في طريق الغابات اللعينه اللي كدوز من مناطق مظلمه فيها غير الشجر والبرد وحتى المافيات اللي كيتاجروا في اعضاء البشر. دخل في الليل مع واحد الحراق ولا نقول ليه خطاف في طوموبيل كحله. تقريبا ركبنا فيها حنا 12 واحد. كاين الزمت حيت شي واحد شاد لنا بزاف كلشي. ديك الساعه غادي نلاحظ واحد الحاجه، طوموبيل كتدخل في طرق غريبه ما كيعرفهم حد موحد، غير الظلام والغابات كثيره بزاف بحال داك النوع ديال الغابات الامازون. ولكن المشكل ماشي في الطريق، المشكل داكشي اللي كان راكب معانا. كيقول يونس: كنت كنشوف قدامي هاد اللحظه وانا نشوف في المرايه ديال الجن، وفجاه بان لي واحد الراجل جالس اللور. المشكل هو انه ما طلعش معنا من الاول. طوموبيل عامره، من خرجنا كلشي شاف بعضياتو، ولكن هذا الراجل ما حد شافو داخل. لابس جلابيه كحله ووجهه ما باينش بحال مسبوق بالظلام. ديك الساعه يونس غادي يسول الشيفور: الشيف شكون هذا اللي بان دابا؟ ديك الساعه غادي يدوم معاه الحراق، دار فيه واحد النظره كتقول: ما سوقكش، ما تسوقش ليه. بحال اللي داك الطريق كيف ما كيقولوا عليه الحراقه ما كيسمحلكش باش تسول. ولكن الراجل الموجه الجلابيه الكحله بدا كيشوف ليونس واحد الشوفه بواحد الوجه اللي ما فيه لا عينين لا فم، مجرد ضرك كيتحرك. الطريق كانت طويله وهاد الغابه ماشي غابه عاديه، غابه من داك النوع اللي كيهضروا عليها الناس في طريق بلقان. البرد، الظلام، الشجار كتحس بيه كيسمعك. ومن وصلوا لقنطره قديمه طوموبيل توقفات. ديك الساعه الحراق غادي يقول لهم، قال لي يلا خرجوا عليا منا غادي تكملوا على رجليكم، تبعوا غير الضوء. ولكن ما كاين حتى ضوء، غير الظلام والبرد. ملي بداو كيمشيو واحد الاصوات بدات تخرج ما بين الشجر، كل واحد كيسمع سميتو. شي حد كينادي بالصوت ديال شي واحد عزيز عليه ولا شي واحد حماس من سنين. هذيك الساعه يونس كان كيسمع الصوت ديال الام ديالو كتقول ليه: ولدي عافاك ما تمشيش. ولكن هو عارف مزيان ان الام ديالو خلاه بعيد عليه بالاف الكيلومترات. ديك الساعه غادي يوصلوا واحد الواد صغير بحال داك الوداد اللي كيقولوا انها كاينه ما بين البوسنه وكرواتيا. ولكن وصلوا واد كان واقف واحد الشخص ما كيقطع ما كيغرق، غير واقف وكيتفرج. تما الخطاف غادي يبدا يعيط عليهم: نقزوا ما تشوفوش فيه غير دوزو. ولكن يونس الفضول غلبو، شاف نص وجه داك الشخص اللي كان واقف، عيون بلا جفون، عيون كتخلع، فم كبير كيبتسم بلا روح. ومنين داز قدامه سمع واحد الصوت كيخرج من الماء كيقول: شي واحد منكم ما غاديش يوصل. الناس بداو كيجريو مخلوعين، شي طاح شي تعثر، شي واحد حتى كيسمع نداءات من وراه كتعيط عليه. الراجل اللي كان دابا يلا في الطوموبيل بدا كيبان لينا بين الشجر وبعض مرات في الظلام بحال كيجمعوا عبر الطريق اللي كتسمى طريق الموت. يونس وصل بالصعوبه لواحد القريه صغيره في سلوفينيا. طيح في الارض كيهضر غير بوحدو، غادي على يديه ورجليه. اول حاجه دار هرب عند البوليس، ماشي باش يرحلو ولكن باش ما يرجعش لذاك الطريق. كيقول يونس: من داك النهار كل ما كنسمع صوت الام ديالي كنسمع معاه صوت اخر، صوت كيعاود نفس الجمله: شي واحد منكم ما غاديش يوصل. ومن داك النهار يونس كيعيش غير بنصو ونص الاخر باقي في داك الطريق
اللي كيقولوا عليه الناس طريق البلقان. ولكن بالنسبه ليونس طريق ما كيسامحش. وانا من بعد ما سالم معايا المكالمه وبديت كنكتب لكم في هذه القصه، وقعت معايا واحد الحاجه غريبه في وسط الكتابه. تليفون يونس صونا ليا. رجعت كنسولو: يونس ياك ما نسيتي شي حاجه باغا تزيدها؟ ولكن الصوت اللي جا من ماشي يونس، كان هاد الصوت هذا بحال خارج من تحت الارض، وقال لي: ما تبقاش تحكي على الطريق، حيت الطريق ما سمحش لك تهضر عليه. ودابا الا وصلتي هنايا بغيت نقول لك ثلاثه الجملات: ماشي كل طريق كتوصل، وما كل قصه كتسالي، ماشي كل صوت سمعتي في الليل راه طبيعي. وهنايا غتكون سالات القصه ديالنا. الا بغيتي قصص بحال هادو ولا روايات اللي كيغلب عليهم الغموض والرعب وحتى الواقع، ما عليك غير دير ابوني للقناه وخلي لي التعليق ديالك باش نعرف شنو النوع اللي بغيتي نكتب لكم في الحلقه الجايه. المهم تهلاو في راسكم.